فداك العباد وجند شداد حماة أبات. ستبقى لا إله إلا الله فينا لو حاربتنا الأرض بما رحبت. كثير ما نسمع عند الشيعة الروافض فكرة ومقولة لا يوجد عندنا كتاب صحيح. سبحان الله، لذلك حاولوا أن يطعنوا في صحيح البخاري وصحيح مسلم كي يقولوا أيضا لا يوجد عند أهل السنة والجماعة كتاب صحيح. لذلك أتوا في كل الشبهات والكثير من الشبهات، أرادوا أن يطعنوا في صحيح البخاري وصحيح مسلم، أصح كتابين بعد كتاب الله تبارك وتعالى. لذلك ما وجدوا سبحان الله، ورأوا أن أسود أهل السنة والجماعة لهم بالمرصاد، يقعدون لهم في كل مرصد يبتغون فضلا من الله سبحانه وتعالى، ويغربلون كل شبهة تأتي من هؤلاء الروافض. ولذلك نهاية أتوا بالكتاب، كتاب الله تبارك وتعالى، القرآن العظيم، القرآن المجيد، وقالوا بتحريفه ونقصانه. سبحان الله، هذا دين المجوس وهذا ديدنهم، أن يبطلوا دين الله تبارك وتعالى وأن ينشروا الفساد في الأرض وأن يضلوا الناس بعد هدايتهم على الفطرة المحمدية، ليضلوا الناس ويخرجوهم من النور، نور الفطرة الإلهية، إلى الظلمات، ظلمات المعممين المشككين الكذابين الحقيرين. لكن أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فقال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وانتبهوا، قال الذكر، لم يقل القرآن، لم يقل الكتاب، إنما قال الذكر، والذكر جمعت القرآن وجمعت كتب السنة. سبحان الله، فإن الله سبحانه وتعالى قد حفظ دينه وحفظ كتابه وحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. وهذا قول نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه: ما تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى قيام الساعة. فخبتم وخسرتم يا روافض أن تضعوا ولو شبهة واحدة إن كانت في كتاب الله تبارك وتعالى التي تأتوا بالشبه من النصارى واليهود، أو إن كان في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو كتب أهل السنة من الأحاديث الصحاح. خبتم وخسرتم. ووالله إنا بإذن الله تبارك وتعالى جالسين على هذه المنصات فقط لكشف شبهاتكم ولإبطال دينكم، وهذا رغما عن أنوفكم بإذن الله وبتوفيق الله جل وعلا. فداك العباد وجند شداد حماة أبات. ستبقى لا إله إلا الله فينا لو حاربتنا الأرض بما رحبت. لنصر نبينا بعشق جرى.